في نهاية الحلقة التالتة من مسلسل كاونت داون، حصل تبادل إطلاق نار بين ميخائيل صاحب صالة الرأس وابن أخوه اللي هرب من سجن بالمديل مع ميتشوم، وبين فريق العد التنازلي. والكابتن درو اتصاب برصاصة في بطنه. وبتبدأ الحلقة الرابعة وهم كلهم بيطلبوا الإسعاف وبينقلوا الكابتن درو على المستشفى، وميتشوم بيركب معاه عربية الإسعاف، لكن درو بينزف كتير جدا وبيروحوا كلهم على المستشفى عشان يطمنوا عليه. لكن بنلاقي الكابتن بليس بيقول لهم إن الكابتن درو مات أثناء الجراحة بسبب الدم الكتير اللي فقده، وإنهم حاولوا يسعفوه لكن مقدروش. وبيروحوا بيته بيبلغوا زوجته بخبر وفاته فبتنهار من العياط. وبنشوف الأخبار اللي في التلفزيون جايبة مؤتمر صحفي لرئيس شرطة لوس أنجلوس، وهو بيقول إن كان في عملية تهريب مخدرات وحصل فيها ضرب نار وفي ضابط اتصاب، وإن التحقيقات لسه شغالة. وبعدها بنرجع للمكتب والكابتن بليس بيقول لهم خطاب تشجيعي وبيفكرهم إن الكابتن درو كان بيحب عيلته وشغله ووطنه وإنهم لازم يكملوا اللي بيعملوه علشان يقبضوا على الناس اللي كانوا السبب في موته. وبيطلب منهم إن كل واحد يروح على شغله، وبعدها بيسأل ميتشم وبيقول له انت شفت ايه بالظبط، عايزك تفتكر حاجة ممكن تفيد التحقيقات في الصالة اللي انت كنت فيها. وساعتها ميتشوم بيحاول يفتكر وبيقول له إنه شاف رسومات كتير وكتابة كتير مش مفهومة، لكن اللي كان واضح خريطة ميناء لوس أنجلوس. وكمان بيفتكر إن كان في اسم مكتوب على الحيطة بطريقة واضحة، وهو اسم جالاجر. والكابتن بليس بيقول يبقى لازم ندور على الشخص اللي اسمه جالاجر ده عشان أكيد هيوصلنا لحاجة. وساعتها السكرتيرة بتبلغ الكابتن بليس إن كل إدارة من إدارات الشرطة طلعت قرار إن الضباط اللي في فريق بليس يرجعوا إداراتهم، لأن زي ما احنا عارفين في منهم اللي من مكافحة المخدرات أو الاف بي اي أو غيرها من الإدارات. وطبعا بليس بيفهم إن اللي ورا الموضوع ده هو دييجو، لأن بليس مش مديله أي اهتمام وبيتعامل معاه معاملة كلابي شوية. وبعدها فولتشيك وميخائيل بيتقابلوا. ميخائيل بيزعق لفولتشيك وبيقول له انت حرقت لي مطعمي، انا عايز تعويض. لكن فولتشيك بيتعصب عليه وبيقول له انا هولعك انت شخصيا، انت رايح تجيب لي الحكومة لحد عندي، وخلي بالك عشان لو وصلوا لك وجبت سيرتي انا هقتلك انت وكل عيلتك. وبنروح المكتب وبنشوف بيل وشيبارد بيتكلموا عن زوجة الكابتن درو ان حالها صعب لان ابنها وجوزها ماتوا في سنة واحدة. وشيبارد بتقول له التعويض الوحيد اللي ممكن نقدمه لها اننا نقبض على العصابة دي ونحاكمهم. وبنشوف ميتشوم وأوليفراس بيتكلموا عن اللي حصل، وميتشوم بيقول انه حاسس بالذنب لانه مفكرش كويس قبل ما يتصرف وحط الفريق كله في خطر بسبب تهوره، وان موت الكابتن درو كان غلطته، وإنه مش مسامح نفسه. لكن أوليفراس بتقول له إنها حصل معاها نفس الموقف من فترة وخسرت زميل ليها في مداهمة لتاجر مخدرات وفضلت تلوم نفسها، لكن بعد فترة اقتنعت إن ده من مخاطر المهنة. وبعدها بنشوف شيبارد وهي بتشرح لهم إنها تابعت أوراق ملكية الصالة اللي حصل فيها المداهمة وعرفت مين صاحبها، وعرفت إن ليه عنوان تاني وطلعت صورته على الجهاز. وميتشو مأكد لها إنه هو ده الشخص اللي كان عايز يقتله. والكابتن بليس بيطلب من مجموعة منهم يروحوا على عنوانه ويفتشوه. لما بيوصلوا بيخبطوا، محدش بيفتح، وبيكسروا الباب مش بيلاقوا حد جوه، وبيسمعوا صوت باب الجراج بيتفتح وعربية بتخرج بظهرها بسرعة من الجراج وعايزة تهرب من الباب الرئيسي. لكن ماتشون بيروح يقفل الباب وبيعطلها وبيقبضوا على اللي في العربية. بتكون مرات ميخائيل وبتفضل تعيط وبتقول لهم انه سايب البيت من زمان وما تعرفش عنه حاجة، وانها خافت وفكرت انهم حد اللي عنده جوزها فلوس وحبت تهرب منهم. وبنشوف الكابتن بليس بيزور دييجو في مكتبه وبيطلب منه يبعد عنه وعن الضباط اللي شغالين معاه، ودييجو بيقوله انه بيعمل الصح واللي بيطلبه واللي بيمليه عليه ضميره. وبنرجع لظباطنا هم بيستجوبوا مرات ميخائيل اللي بتستعبط عليهم، لكنها بيهددوها ان جوزها من متهم في هجوم ارهابي، وإنها كده بتتستر عليه وتعتبر شريكته وهتاخد حكم مدى الحياة. وساعتها بتعترف لهم بكل حاجة وبتقول لهم إنهم كانوا حالتهم كويسة وعايشين كويس، لكن فجأة الشغل وقع بسبب كورونا وخسروا فلوس كتير، وإن جوزها كان بيدور على أي وسيلة يرجع بيها غني زي الأول. وعن طريق جروب اتعرف على واحد من بيلاروسيا وطلب منه إنه يستضيفه عنده مقابل كده هيديله فلوس كتير. طبعا الشخص ده كان فولتشيك، وطلبوا منها تساعدهم في القبض على جوزها عشان تطلع من القضية، وطبعا بتوافق وبتعرفهم طريقة التواصل اللي بتكلم جوزها من خلالها وتتواصل معاه عن طريق برنامج ترجمة. وبتتفق معاه يتقابلوا وبيعملوا له كمين وبيوصل فعلا، لكن مراته بتبصله بصة بيفهم منها انه كمين وبيهرب وبيطاردوه لحد ما يقبضوا عليه. ولما بيستجوبوه بينكر كل حاجة وبيتكلم معاهم على انه مظلوم، وطبعا مفيش اتهام يوجهه ليه لانه فعلا ما عملش حاجة،
ابن أخوه هو اللي قتل الكابتن درو، والصالة بتاعته ولعت، ومفيش أي دليل إنه كان شغال في حاجة مخالفة. والطريقة الوحيدة دلوقتي إنهم يلاقوا له نقطة ضعف يضغطوا عليه بيها. وبيوصلوا لمكان الشخص اللي وصل ميتشوم والولد اللي كان هربان معاه لصالة الرقص، وميتشوم وأوليفراس بيروحوا عشان يجيبوا منه أي معلومات عن ميخائيل. وبيرفض يساعدهم، لكن أوليفراس بتفتشه وبتطلع منه لفة هيروين. وميتشوم بيبصلها لأنه عارف إن هي اللي ملفقاله الموضوع ده. والولد طبعا بيخاف وبيقول لهم إن ميخائيل عنده بنت في سن المراهقة من عشيقته ومحدش يعرف عنها حاجة. وبياخدوا المعلومة دي وبيروحوا يبلغوا الكابتن بليس، وساعتها شيبرد بتطلب إن هي اللي تحقق معاه، وده لأنها فيها شبه من بنته، إنها تقدر تضغط عليه لحد ما يعترف. وبالفعل بدأت تتكلم معاه وتقول له إن بنته هتعيش بعار طول عمرها لما يتم اتهامها في قضية إرهاب. وساعتها بيعترف بكل حاجة، وبنشوف إن شيبرد عندها موهبة في استجواب المتهمين، وبيقول لهم إنه ممكن يوصلهم لفولتشيك مقابل إنه يطلع من القضية. وبتكون وسيلة الاتصال بينهم عبارة عن عمود بيكتبوا عليه بالطباشير، وكل لون ليه معنى. وبيروح يقابله عند المطار وبيعملوا له كمين وبيحاولوا يقبضوا عليه، لكن فولتشيك بيكون أذكى منهم وبيبعت لهم واحد شبهه وبيتفرج عليهم من بعيد وهما بيتصادموا من الموقف. وبنشوف فولتشيك وهو رايح يقطع تذكرة سينما ويدخل يتفرج على فيلم في الوقت اللي الفريق كله عنده إحباط. وبنشوف إنه كان قاعد في كافيتيريا وقت ما كان ميخائيل بيكتب بالطباشير على العمود، وشاف الفريق حواليه وبيراقبوه، وعرف وقتها إنه كمين وجهز لهم الخدعة اللي شفناها. والفريق بيحسوا إنهم رجعوا تاني لنقطة الصفر وبيجيلهم إحباط، لكن الكابتن بليس بيجمعهم وبيجيب زوجة الكابتن درو تتكلم معاهم وتقول لهم إنها مش زعلانة لأن درو مات وهو بيأدي واجبه، وإن وراه رجالة هتجيب حقه. والخطاب ده بيحمسهم إنهم يرجعوا يشتغلوا تاني من أول وجديد ويبذلوا أقصى جهدهم. والكابتن بليس بيعمل درع وبيكتب عليه اسم الكابتن درو، وبيوعد إن أول ما المهمة تخلص هيعملوا جنازة عسكرية وياخد حقه، لأنه للأسف ما يقدروش يعملوا كده دلوقتي عشان العملية سرية. وبكده بتخلص الحلقة الرابعة. ولو عجبكم الملخص دوسوا لايك وشير واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا تلخيص باقي الحلقات وتشوفوا ملخصات أفلام أكشن تانية كتير.